السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة جديدة من بودكاست شيما's فويس. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي عايشينه بزاف ديال الناس واللي كيأثر علينا نفسيا وعاطفيا بلا ما نحسو. علاش الوالدين كيقارنوا ولادهم؟ علاش المقارنات بين الإخوة تقدر تخلق مشاكل كبيرة في الأسرة؟ كيفاش كتحس مني كيقولوا لك شوف خوك فين وصل وانت فين باقي؟ خوك لقى خدمة أحسن منك، ولاد عمك سهل عليهم الله وانت مازال. هاد النوع ديال الكلام واش بصح كيحفز ولا غير كيزيد الضغط علينا؟ اليوم غادي نحاولوا نفهموا السبب ديال هاد العقلية، التأثير ديالها علينا وكيفاش يمكننا نتعاملوا معها. السؤال الأول، علاش الوالدين كيقارنوا بين ولادهم؟ غادي نربطها لواحد النقط اللي غادي نحاول نختزلهم في 4 نقط. اولا، العقليه والتربيه التقليديه اللي عاشوها هاد الاباء. زمان الوالدين كانوا كيظنوا ان المقارنه هي الطريقه الوحيده باش تتحفز هذاك الولد او هذيك البنت باش توصل لواحد النتيجه مزيانه، ولكن هما ما عارفينش بان هذيك المقارنه كتخلق العكس، بان هذيك المقارنه كتخلي داك الولد يدير الضد، بان هذيك المقارنه ما كتعطيش الفرصه لهذاك الولد او لهذيك البنت تزيد لقدام. ثاني نقطه وهو الخوف من المستقبل. بعض الاباء عندهم نيه حسنه، غير هما خايفين على المستقبل ديال ولادهم، فكيبغيو يشوفوهم ناجحين بحال شي فرد اخر من العائله بلا ما يحسوا انهم كيضغطوا عليهم. ثالث نقطه وهي نظره المجتمع. العائلة المغربية عندها واحد العادة ديال التباهي والافتخار. ولد فلانة أستاذ، ولد جارة معلم، ولد بنت عمك محامي، بنتي خدات الماستر، ولدي خدا الدكتوراه، ولد خوك شرا طوموبيل، دار. هاد التصرف كيخلي كل أب أو كل أم تتقلب على أن ولدها يكون بحال ولد فلانة أو بنتها تكون بحال ولد بنت فلانة أو لحسن باش حتى هي تباهى بهم في المجتمع. ورابع نقطة وهي الجهل بالأثر النفسي. الوالدين ما كيعرفوش أن هذه المقارنة كتجرح النفسية ديال الواحد، ما كيعرفوش بأن هذه المقارنة كتهبط من قيمة الإنسان وكتخليه يفقد الثقة في نفسه. وخا يكون باغي يدير شي مجهود في شي مجال تيولي دائما يشوف هذاك الإنسان الآخر اللي قارنوه به أحسن منه، الشيء اللي كيخليه دائما يبقى في نقطة الصفر ويخليه يحس أنه إنسان ناقص وماشي كافي، وشحال ما دار المجهود عمره ما غادي ينجح. إذن كيفاش هاد المقارنات بين الإخوة كتأثر علينا؟ خاصكم تعرفوا بأن هاد المقارنات كتعطيك واحد الإحباط وانعدام الثقة في الذات. مني كتحس أن والديك دائما كيشوفوا حد آخر أحسن منك، كتبدا تحس أنك إنسان فاشل وأن أي حاجة تديرها ماشي كافية. هاد المقارنات كتخلي فيك واحد الحقد والغيرة من الإخوة ديالك، وكاينين حالات ديال الإخوة كيعيشوا العداوة بسبب المقارنة المستمرة، بحيث كل واحد كيحس أن الآخر هو المفضل عند والديه، حتى لو أن الوالدين ما قصدوش على أنهم يقارنوا ولادهم بيناتهم، ولكن هذيك المقارنة راه كتخلي هذاك الولد يكره خوه أو هذيك البنت تكره اختها بلا ما تحس بلا ما تعرف، لأنه هي كبرات في هذيك المقارنة ديال اختك حسن منك أو لاخوك حسن منك. وهذه المقارنة مع الأسف كتأدي بعض المرات أن الإنسان كيولي هارب من العائلة ديالو، ما بقاش باغي يجلس معاهم أو يجمع معاهم أو يضحك معاهم. علاش؟ حيت بالنسبة له دايما كيفضلوا واحد الشخص عليه. بزاف ديال الشباب ملي كيكبروا كيولي عندهم واحد البعد كبير على العائله ديالو، حيت كيبغي يتفادى داك الاحساس ديال النقص والضغط المستمر. وهذا النقص والضغط المستمر كيعطيه واحد الاحساس بعدم التقدير، بعدم الثقه، وحتى الا دار شي حاجه زوينه كيبقى دائما حس براسو خاصو يدير ما احسن، انه ما كافيش، خاصو يزيد يدير شي حاجه اخرى اللي تخلي والديه يفتخروا به. وكاين اللي كيطيح في الإجهاد النفسي بها بسبب هذه الأشياء اللي كيخليوهم أحيانا أنه يدخل في اكتئاب أو لا يمشي يقلب على شي حوايج اللي ما خاصهمش يداروا وكيديرهم. هاد الشيء غير باش يخلي الوالدين ديالو يفتخروا به
وتا هو يقارنوه بناس اخرين ويقولوا ولدنا اولا بنتنا دارت شي حاجه مزيانه. فعندي واحد الرساله للاباء اللي عندكم جوج وليدات، جوج بنات اولا جوج ولاد اولا بنيته وليد اولا اكثر، ردوا بالكم من المقارنات، ردوا بالكم من المقارنات، لانه هذيك المقارنات ما كتخليش ولادكم يبغيو بعضياتهم، وولادكم كتولي عندهم واحد الثقه في النفس خفيفه بزاف، وهذيك الثقه بالنفس ما كتخليهمش يواجهوا العالم. خاصكم تعرفوا بان الا ولدك نجح في واحد المجال وولدك واحد اخر سقط في واحد البلاصه اخرى، هذاك راه رزق، والارزاق ماشي بيد العباد، راه الارزاق بيد الله. الله سبحانه وتعالى هو اللي بغى يوفق هذاك الولد في هذيك الطريق، وما بغاش هذاك الولد تاني يتوفق في ديك الطريق، لربما انه مغبى عليه حاجه اخرى، ولا ربما ربي كيمتحنك بالولد ديالك. الحمد لله على نعمه الاطفال، والحمد لله على نعمه الاولاد، والحمد لله على نعمه العائله. وما تخرجوش على وليداتكم بيديكم، ربيو في ولادكم الحب، ربيو في ولادكم العطف، ربيو في ولادكم الثقه في النفس، ربيوهم على ان كل حاجه كنعيشوها حيت ربي اللي بغاها لينا. وما خاصناش نحسدوا الناس، وما خاصناش نغيروا من الناس، لانه ربي ما كيعطيش كل شيء لكاع الناس. خاصك تعرف وخاصك تعرفي الا ربي عطاك شي حاجه راه غادي يحيد لك واحد الحاجه، لانه الكمال كيبقى دائما لله. وهنا غادي ندوز للرساله ثانيه، وهذه الرساله غادي تكون لهاد الولاد، لهاد الناس اللي كيحسوا راسهم داخلين في واحد الدوامه صعيبه مع والديهم. حاولوا تفهموا والديكم، راه ما عندهمش نيه سيئه. خاصنا نعرفوا ان الوالدين ديالنا في الغالب ما كيقارنوناش باش يدمروك او لا يدمرونا، ولكن حيت باغيين يشوفونا ناجحين. هادشي ما كيعنيش انهم كيهضروا بطريقه صحيحه، ولكن يعني اننا خاصنا نفهموا النيه باش ما نتاثروش، وباش ما نخليوش هذيك السلبيه اللي كتوصلنا تاثر لينا في حياتنا وفي علاقتنا مع خوتنا. كاينه واحد نسبه الجهل اللي كتكون عند بعض الاباء، ونيتهم كتكون مزيانه ولكن طريقتهم ما كتكونش صحيحه. ردوا بالكم لصحتكم النفسيه والتقدير ديال الذات ديالكم. خاص كل واحد يفهم ان كل شخص عنده المسار ديالو في الحياه، وكل واحد كيتميز في شي حاجه اللي الاخر ماشي ضروري تكون بحاله. فكل واحد خاصو يثق في القدرات ديالو، ويثق انه ربي اللي غادي يرزقه، ولا ربي رزق خوه يفرح ليه وربي غادي يعطيه. راه حتى حنا بلا ما نشعروا كيجي واحد الوقت كنبقاو نقارنوا راسنا بالولاد العائله والاصدقاء، وهذا الشيء خاصنا نحيدوه، حيت كل واحد كيفاش عطاه ربي نقطه الضعف ونقطه القوه. راه النجاح ماشي هو ترضي عليك العائله ويرضيو عليك الجيران ويرضيو عليك الصحاب. النجاح الحقيقي هو ترضى انت على راسك وتعيش حياتك انت كيف ما بغيتيها، بلا ما تبقى تقارن شخصيتك وحياتك بناس اخرين. وفي النهايه خاصنا نعرفوا ان المقارنه بين الاخوه عمرها ما كانت حل، بل كتزيد غير المشاكل، وكتوصل مع الاسف للتفرقه في الوسط العائلي، وكيولي كل واحد ما كيسوقش الاخر، وكل واحد عنده طريقته الخاصه في الحياه، وكل واحد كيبعد على الاخر. يعني كيحاولوا الاخوه انهم يكونوا مع بعضياتهم من يكونوا الوالدين بالحياه، ولكن اول ما كيموتوا الوالدين كيولي كل واحد كيعيش حياته. واحيانا كيولي الاخ كيكره خوه او الاخت كتكره اختها، وكيوليو الاحفاد واخدين مواقف من خوالهم ومن عمامهم غير حيت البدايه ما كانت صحيحه، والوالدين مع الاسف ما بناوش الساس بطريقه سليمه. كل واحد عنده طريقته الخاصه في التربيه، وهذا ما معناتوش بان والديك ما كيبغيوكش. شي مرات خاص الوالدين حتى هما يفهموا ان النجاح كيجي باشكال مختلفه، وماشي ضروري يكون على حساب شخص اخر. والنجاح ديال الوالدين اللي خاصو يعرفوه ويفتخروا به هو اول نجاح اللي انا شخصيا كنشوفه، هو انك تكون عندك ولد صالح او لا بنت صالحه عندها علاقه زوينه مع الله وعندها علاقه زوينه مع الناس. وهذا اكثر نجاح تقدر تعيشه، لانه الفلوس والمناصب والدراسه هما كماليات، لكن اللي كيبقى مهم هما الاخلاق. الا نجحتي في تربيه ولادك ونجحتي على انك تخلي ولادك يكون عندهم واحد الاخلاق مزيانه، وان الناس يهضروا بهم ويعطيوهم مثال بالاخلاق الطيبه، فهذا هو النجاح الحقيقي. واش قيمه ولدك
شاد منصب كبير في الدولة أو منصب كبير في شي شركة ولكن أخلاقه ما زويناش؟ واش قيمة ولدك عنده مبالغ مالية كبيرة ولكن أخلاقه ما زويناش؟ الأخلاق والتعامل الطيب والصفات السليمة هي اللي كتخلي الواحد يقول لك الله يرحم لك الوالدين. وهذه هي الثمرة اللي كتوصل لها العائلة مني كتربي واحد الإنسان أو واحد الإنسانة بطريقة سليمة وبمبادئ وأسس خالية من العقد النفسية. إلا وصلتوا معايا لهذا الجزء من الفيديو فكنقول لكم شكرا. كنتمنى أن هذا الفيديو تكون خفيفة على قلبكم. تهلاو في راسكم ونتلاقاو في الحلقة الجاية إن شاء الله. الله يسخر الجميع.